فاجئها وحقق حلم عمرها. لبسوا الدبل في دهب على البحر وعملوا حفلة خطوبتهم. صحابه وصحابها لبسوا الأبيض والأهل لبسوا الكاجوال. كلامنا عن خطوبة البلوجر علي دنيا اللي أخيرا خطب حب عمره وحبيبة، والناس كلها مبسوطة ليهم وبيقولوا مبروك ومستنيين الفرح الكبير. بقى إزاي علي دنيا حقق لخطيبته حلم عمرها؟ وهتشوفوا لقطات من حفل الخطوبة اللي كان كله بهجة والفرحة مالية القلوب والوشوش. بس يا ترى ليه خطيبته عيطت؟ وإزاي كانت لابسة شبشب في الفرح؟ خليكم معايا في الفيديو ده هقول لكم كل التفاصيل. من فترة كده علي دنيا وقع في غرام حبيبة وارتبطوا وسافروا دهب، ومن هناك بدأت الحكاية وفيها اتعملت حفلة الخطوبة واتجمع الأهل والصحاب وعملوا حفلة كده على الضيق لحد ما يجي الفرح ويحضر المأذون وتبقى مراته رسمي. تعليقات علي دنيا على خطوبته لفتت أنظار المتابعين اللي فرحوا لفرحتهم وعلقوا إن الخطوبة كانت في دهب وقالوا انت رايق جدا يا علي واتمنوا ليهم السعادة. وطبعا الحفلة ما عدتش كده لأ خالص، ده فيها لقطات وحكايات هقول لكم عليها في الفيديو. حلم عمرها هو حلم عمره، وعلي دنيا قال انه من زمان وهو كان نفسه يعمل فرحه على البحر وبالتحديد في دهب، علشان اول ما اتعرف على حبيبة سافروا دهب وقالت له انا نفسي اعمل فرحي على البحر هنا، وقال لها انا كمان. الساعات اللي فاتت اتحقق الحلم وقال لها ده اول حلم لينا مع بعض يا حبيبة، بحبك ويا رب طول العمر مع بعض يا ست البنات. العريس لبس قميص أزرق وبنطلون أبيض، والعروسة لبست فستان صيفي كده يليق بأجواء البحر، لا هو سواريه ولا ينفع لفرح، بس لايق بمناسبة الخطوبة اللي تكون على البحر، ولونه كان لبني. والأهل لبسوا كاجوال، ما شفناش حد فيهم لابس بدلة، والصحاب اتفقوا يلبسوا أبيض في أبيض، وكانت ليلة حلوة على الآخر، ورقصوا وغنوا وهيصوا والفرحة كانت باينة في عيونهم. ووقت ما جه يلبسها الدبل كان لازم يكون في شو، ولبسوا بعض الدبل وهم بيرقصوا وكانوا طايرين من الفرحة، والمعازيم سقفوا لهم وغنوا لهم يا دبلة الخطوبة، وقفلوا الترند بقى برقص على أغنية مخصماك. فرحة العروسة وحبيبها بيحقق لها أحلامها لازم تكون واضحة كده، كل واحدة بتعبر عنها بطريقتها. وحبيبة خطيبة علي دنيا عيطت وما قدرتش تمسك نفسها، وخطيبها كان بيمسح لها دموعها وطبطب عليها وبس ايديها، طبعا عشان يقول لها انه معاها وان كل الأحلام اللي نفسها فيها هيحققها لها. الغريبة بقى ان العروسة كانت لابسة شبشب على الفستان، والناس استغربت شوية الموقف، بس حسب الفيديو كان ده انسب حاجة ممكن تلبسه على الفستان، وكان مناسب للبحر والهواء، وكمان عشان الشمس لبست برنيطة زي بتوع البحر دول. وعادي الاجواء كانت جميلة والدنيا ماشية، ورقصوا على الرملة وفرحوا بخطوبتهم وربنا يهنيهم. ألف مبروك للبلوجر علي دنيا وخطيبته حبيبة عقبال الفرحة الكبيرة.